الكل يتكلم أن هناك ليس فقط دولة واحدة داخل هذه الدولة، والكل يعرف بالضبط من هي الدولة العميقة في العراق الآن. إن كانت دول جوار العراق حريصة على الدم العراقي، فيجب أن تتخذ العراق بعض الخطوات في عملية إدارة هذا الموقف ومنع التصعيد. عندما يعني يستهون العراق دم العراقيين في الداخل أو دم الدول جواره، فذلك سوف يفرض معادلة جديدة. العراقيين يعرفون بالضبط هوية من يستهدف هذه المقرات، وقد أصدرت الولايات المتحدة بأكثر من لغة توضيحا بعدم وجوب أن تستقبل هذه المقرات أو القواعد فصائل معينة قد صنفت على أنها تنظيمات إرهابية. الآن هذا معضل داخلي، نقله ليكون مشكلة إقليمية ذلك سوف يعطي هذا بعد متصل بما تفعله إيران تجاه جوارها الخليجي، وهذا أمر لن يقابل بإعطاء العراق الخد الآخر.